إزاي تتكلم بأي لغة في العالم؟ أنا النهاردة هخليك تتكلم بأي لغة في العالم من خلال اللي أنت بس هتسجل صوتك في الأول خالص، وبعد كده تحول الصوت بتاعك يخليه تتكلم بأي لغة تانية في العالم. يعني على مثال، إحنا هنا أنا عملت هنا سكريبت صغير، وبدأت إن أنا أتكلم بيه بالسكريبت ده. Stel je voor dat je binnen 30 dagen een succesvol account kunt opbouwen op elk platform, zonder duizenden volgers of dure advertenties. Er zijn slechts 3 simpele stappen die ervoor zorgen dat jouw account razendsnel groeit. Veel mensen hebben dit toegepast. هنا ده بالهولندي وهنا عندي الإنجليش. Imagine this. You wake up in the morning, check your phone, and thousands of dollars have landed in your account while you were sleeping. Sounds like a dream? It's not. There are real people making serious money on TikTok, selling وهنا بالأوكراني. уявить, що ви можете створити успішний аккаунт на будь-якій платформі всього за 30 днів. وهنا بالروسي. Представьте, что всего за 30 дней вы можете создать успешный аккаунт на любой платформе. Face screaming in fear. اول حاجه انت هتحتاجها تخش على الموقع ده كويس، وهسيب لك اللينك بتاعه في الوصف او في التليجرام، ونبدا ان احنا نخش على تريننج موديل، وهتخش هنا على نموذج الصوت، هتقول له هنا تدريب، هتسمي هنا النموذج مثلا بتاعك يو 2، تكتب هنا وصف مثلا بودكاست مثلا او اي اسم انت هتحبه، وتختار الصوره وشكرا. مثلا هنا اي صوره. عندك هنا الصوت اللي هو المدخل دوت، زي ما انت شايف كل هنا البيانات دي لازم تملاها بكل حاجة لحد الحد الأقصى المطلوب منك. طيب هنا انت خلصت، قول له كده تالي، ترفع هنا الصوت بتاعك، وبعد ما ترفع الصوت بتاعك تبدأ ان انت تعمل له تريننج. انا هخش هنا كده اشوف الاصوات اللي عندي، انا كنت مسجل حاجات ليا، او مش على سبيل المثال لو انت عايز باي صوت ان شاء الله، لو انت هتعمل بصوت حد مشهور بس يكون معاك ملف صوتي كتير عشان تقدر انت تطلع منه احسن نتيجة. نحاول ان اشوف الاصوات اللي انا كنت شغال عليها. مم، لا مش هنا، هنا يس. عندي هنا انا كنت مسجل قصص، هبدأ ان انا افتحهم كده. اه كده معايا بدأ ان هو يرفع الصوت، يبدأ ان هو كده يقول لي الحد الادنى الموصى به الحد الاقصى. نستنى لحد ما يخلص. طبعا النموذج العادي بيكون عندك 6 أماكن أو 8 أماكن فاضيين، يعني أنت كده يعني لو وصلت لهنا كده أنت تمام أوي. نستنى ده كمان يخلص، ممكن يوصل مثلا لحد هنا. يعني ممكن تقول مثلا أنت محتاج ساعة صوت كاملين عشان يديك أحسن نتيجة، يقدر إن هو ياخد كل حاجة. يعني لحد كده خلاص، وتقول له هنا بدء التدريب والاحتفاظ بيها خاصة. بعد ما تخلص بتنزل هنا، ممكن تستنى يوم كامل لحد ما يبدأ النموذج بتاعك يشتغل، وكده انت هنا خلصت أول مرحلة. بعد ما النموذج بتاعك يخلص، طبعا أنا مش هبل عشان ما اضيعش الكريدت اللي عندي ديت،
وطبعا هنا كده بيبقى خلاص النموذج بتاعي بينزل هنا في النموذج، بتقول له هنا كده إنشاء. طيب انت هنا بقى عشان تغير صوتك لأي صوت تاني، يعني انت بتجيب الصوت بتاعك، عايز تتكلم مثلا هولندي، عايز تتكلم انجليش، عايز تتكلم اي لغة تانية في العالم، هتقول له هنا كده بعد اذنك اكتب لي سكريبت بهو قوي يجذب الانتباه بتاعك للمهتمين مثلا بمحتوى الربح من الإنترنت على تيك توك مع سرد تفاصيل يجعلهم يكون إلى آخر الفيديو. الفيديو قصير زي ما انت شايف بيديك الهوك بتاعك. بعد ما يخلص انت بقى عايزه مثلا انت كده فهمت انت اللي هو كتب لك ايه، فتقول له معلش اديني الهوك دوت، او اديني السكريبت كله ب مثلا الماني مثلا، او اقول لك يا عم ياباني او صيني، اي لغة انت في دماغك عايز تحولها، تاخده كده كوبي، تقول له هنا اكتبه بالياباني. كده انت عرفت ان هو من اول هنا كده ده الهوك بتاعك. خلينا برضو ايه نتأكد. إنكم تقترب من وجه ده السكريبت، واحنا عايزين من أول هنا. هتروح رايح على الموقع ده كليب تشامب، وتقول له كده ريكورد اند كرييت. طبعا بتسجل عادي بجيميل أو الهوت ميل أو رقم تليفون بتاع الهوت ميل بتاع مايكروسوفت، وبتروح رايح هنا كده على تكست تو سبيش، تقول له هنا كده عايز ياباني، ياباني 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 يابانيز. تاخد كده كوبي وتاخد السكريبت بتاعك، عشان برضو ايه نبقى فاهمين احنا بناخد ايه او ما بناخدش ايه، عشان ما السكريبت بتاعنا ما يبص. تخيل تصحى دن 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 دن. ده الشات بتاعنا. انا زيك بالظبط في الانتقال سريع للنقطة، بعد الانتقال سريع للنقطة 3 نقط. طبعا احنا مش عايزين الايموشن دوت عشان ما يتنطقش. وده اخر السكريبت لحد هنا مثلا، نشوف بالظبط. وزي كده احنا كده خلصنا اصلا. بنختار هنا الصوت، مش هيبقى فيه اي اشكال، تختار الصوت وتقول له سيف. 想像してみてください。朝起きたら銀行口 تمام زي ما انتم ما سمعتوا كده هو بقى عندي بالياباني. اروح اعمل سيف فيديو، هستنى 3 ثواني 10 ثواني على حسب ما يخلص، يعني هنا بيقول لي 15 ثانية اهوت.
بعد كده سيف خلاص. هفتح ملف اللي انا نزلته مثلا هنا كده هخليه mp3 او اغير كده اسمه عشان ابقى فاهم يعني. واحط هنا كده mp3 غيرها بقى بدل m4 اخليها mp3. ليه حاجة ما اتغيرتش ليه حاجة. لا إله إلا الله. مش عارف ما علينا. نروح هنا كده بالتالي أقول له كده سحب الملف الصوتي في الكورة أهي mp3 أرفعه. أقول له هنا كده التالي وبعد هنا كده إنشاء. أنا ملعبتش في أي إعدادات ولا غيرت النغمة بتاعة الصوت بس إنشاء. أروح كده عند إبداعاتي عليه هنا كده الانتظار 92 في 92 شخص. أنا يعني فاهم هتستنى بس شوية. سبعة وخمسين شخص. نعمل ريفرش. 47 37 يعني دهيت. أول ما يخلص تعالى نشوف الفيديو اللي أنا كنت عامله. أهو. Stel je voor dat je binnen 30 dagen een succesvol account kunt opbouwen op elk platform zonder duizenden volgers of dure advertenties. Gezicht met dan SEO. Er zijn maar 3 simpele stappen die ervoor zorgen dat jouw account وده الروسي ولا уявить, що ви можете створити успішний аккаунт на будь-якій платформі всього за 30 днів, без тисяч підписників або дорогих рекламних кампаній. Є лише كده احنا عملنا فيديوهين نفس الشخص مثلا وحطينا الصوت يبقى صوت مختلف. انا عملته هنا بالهولندي وهنا بالاوكراني. وزي ما انت شايف الفيديو جايب 119 مشاهدة يعني عدى من الخوارزميات مفهوش اي مشاكل في الصوت. وعندي هنا 85 مشاهدة يعني كويس جدا هو عدى. عندي هنا اهو خلاص. تعالى نيجي نسمع الصوت. 想像してみてください。朝起きたら、銀行口座の残高が増えている。しかも何もしないうちに、これは魔法でも運でもありません。実は、多くの人が TikTok を使って毎月何千ドルも稼いでいるのです。زي ما انت سمعت انت هنا يعني اتكلمت بلغة تانية وانت ما بتتكلمهاش وبصوتك. طيب انت هنا بقى عايز السبتايتل بتاعك. بتعمل هنا كده كابشن. دوس هنا على الكابشن وبتقول له هنا كده كابشن. اول ما تدوس عليها بيبدأ ان هو يعد في الثواني ديت بيخلص الكابشن بتاعتك. هتستنى الثواني ديت وبعد كده هيطلع لك الخيار بتاع داونلود كابشن SCRT وتدوس تحميل. بيبقى عندك ملف السبتايتل كله بالتوقيت. بتروح على كاب كات وتبدأ انت تحط الفيديو بتاعك او اي برنامج مونتاج وبترفع ال CRT. بس انا بفضل الكاب كات عشان ترفع الملف على طول وتغير في السمب بتاع التمبلت بتاعت الكابشن بتاعك من غير اي مشاكل. وانت تبدأ زي ما انت شفت كده الفيديو اللي انا منزله. طيب عايزين نتكلم على موضوع الصور وازاي تفتح تجيب برومت او تكتب برومت عدلة.
الموضوع كله سهل، بيعتمد على الأداة ديت اسمها أبيجرام، أرفيجرام. هي نفتح الإكستنشنز. الأداة دي أبيجرام فور شات جي بي تي، بتفتحها تعمل كده ريفرش كده لحد ما تفتح معاك، تظهر معاك. نيجي ندوس كده عليها تاني نجرب. أهي فتحت معانا. عندك هنا الأداة دي فيها يعني برامج كتير جدا. يعني عندك سيو، اس 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 برودكتيف، اوبريتنج سيستم، ماركتنج، جرينيت اي اي. احنا عايزين الجرينيت اي اي ديت بنختار عليها. عندك كذا برومت لكذا موديل صور. يعني انا بستخدم الميد جيرني برومت جنريتور، وبستخدم لو عايز حاجة فيها فوتوغرافي أكتر بتكون رياليتي بستخدم الفوتوغرافر ميد جيرني فيرجن 5. بختارها وبكتب هنا كده، بعلم على الخيار بتاع العربية دوت، بختار منها الانجليش اللي هو الاوتبوت اللي هيطلع. هنا بكتب الحاجة اللي انا عايزها. يعني انا عندي هنا شاب يبتدي، ودي الهودي هنا مكتوب عليه مثلا سترونج، او مكتوب عليه بلاش، خليه مكتوب عليه هودي مثلا. يجلس امام شاشات كمبيوتر عملاقة، أو شاشة كمبيوتر أظهر عليها أكواد برمجية، مشهد غامض، مظهر من مسلسل أنصفاني مستر روبرت مثلا. أنا بحاول إن أديله كل التفاصيل اللي أنا عايزها اللي تبقى في الصورة عندي. الشاب ينظر إلى الكاميرا، نظرة غموض مع نصف ابتسامة تثير الرعب. كده أنا خلصت البوم بتاعي، بقول له هنا كده أوكي. بقول له يا اسطى. هنا عدسة 50، هنا limited by new below red light straight. أنا ممكن أختار ديت. أروح عندي على ويدج. طبعا بعد ما أنت بتدرب النموذج بتاعك بتاع الصور، يعني أنت بص أنا هنا حاطط 25 صورة مختلفين، 28 صورة مختلفين لكل الرياكشن اللي أنا عايز أطلعها. زي ما أنت شايف دي الصور كلها إن أنا مطلعها، طبعا كلها 90% من الشبه، أو حتى يعني 98. صور كلها عظيمة. يعني النتائج برضو مش أحسن حاجة، بس أنا بالنسبة لي النتائج كويسة جدا. أنا بختار النموذج بتاعي، بدوس على إنشاء صور، بحط البرومو بتاعي وأقول له هنا توليد. طبعا بتختار المقاس بتاع الصورة بتاعتك اللي أنت عايزه يديها لك. هنا بعد أنت ما تخلص كده بتستنى يقول لك انتظار.
نستنى كده لحد ما يخلص. طبعا هنا كده زي ما انت شفت ده السكريبت بتاعك، ادي السكريبتات اللي انا كنت مطلعها. خلاص هنا بدأ ان هو يديني الصورة بتاعتي، والآن مع المفاجأة الكبرى. هل هيديني التفاصيل اللي أنا عايزها؟ يعني جامد، مش هقول أكتر من كده. دوس تحميل. يعني أنا شايف التفاصيل عزل كويس في الصورة، الأرقام البرمجية، 3 شاشات، نيون، يعني مظبط الدنيا. طبعا زي ما أنا قلت، على قد الصور اللي أنت بتديها له بيبدأ إن هو يديك الملامح والتفاصيل بتاع وشك والرياكشن وكل حاجة. طبعا ما ادانيش يعني في تفاصيل انا كنت عايزها ما ادانيش، فما اداهاش في الصورة، بس هو كويس، الريزوليوشن كويسة جدا. طيب انا مش الريزوليوشن دي هتبقى طبعا لحد ما مش كويسة، فانا هروح كده على برنامج اسمه Upscale AI. تا- 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 تا. Where's the folder? Where's the folder? Where's the folder? فين الفولدر يا جدعان؟ اه Upscale AI، هتلاقيه متوفر على جوجل عادي، هتحمله. هسيب لك برضو اللينك بتاعه، اكتب كده او سكيل اكس اي عشان اوريك برضو الموقع. هو ده اول موقع او ويب سايت، اول ما تكتب الكلمة تاني على طول هيطلع لك. هتدوس داونلود وتحمله وتسطبه وهينزل معاك بالمنظر ده. هتفتح البرنامج من هنا. استنى بس يفتح معاك عشان فتح كذا حاجة، فالدنيا عندي الرامات عندي خلاص بتتودع. اهو بدأ يفتح معانا. هنا كده بتختار لو انت عندك صور كتير بتعلم
على ده وتختار الفولدر كله. لو انت هتختار صورة واحدة بتشوف المكان بتاع الصور بتاعتك، بتدوس تختار الصورة بتاعتك، بتخليها هنا 5 أو 4، ما بتعليش عن المقاسات ديت، 5 أو 4 أو 3. هنا كده 5 هتكون مقاسات 5120 في 5120، وتدوس هنا كده upscale. طبعا انت هنا بتختار الفولدر، هينزل في نفس الفولدر الصورة. طبعا نبص على التفاصيل. طبعا هو بيديك هنا كده الشاشة كده بتقسم عشان تبص على التفاصيل اللي بيديها لك زي ما انت شايف. اهو الدنيا ظابطة قوي، الصورة بقت شارب أكتر. تمام، لحد هنا كده خلاص احنا كده خلصنا. بس كده، نشوفكم في شرح تاني، والسلام عليكم ستات أهل فلسطين. وبس كده، رمضان كريم بقى عليكم.